لو رجعنا شوية هنلاقي ترامب هو اللي نقل السفارة الأمريكية للقدس واعترف بيها عاصمة لإسرائيل، هو اللي شال الدعم عن الأونروا، هو اللي أطلق صفقة القرن بدون أي مشاورات فلسطينية حقيقية. يعني هو مش جاي النهاردة يتكلم عن حل، هو جاي يكمل اللي بدأه. بس اللعبة أخطر دلوقتي، لأن في ناس بدأت تصدق إن المساعدات اعتراف، في حين إن المساعدات بتتوظف عشان تضمن سكون مش استقلال، وفي حين إن دم أهل غزة لسه بيجري وتهجير الضفة شغال. بيطلعوا يتكلموا عن إعمار. طب فين الحل؟ فين الدولة؟ فين السيادة؟ السؤال هنا، لو ترامب أعلن بكرة عن دولة فلسطينية، هل ده اعتراف حقيقي ولا مجرد فصل جديد من مسرحية عمرها 70 سنة؟ وانت شايف ان العرب اتعلموا الدرس ولا لسه بيشتروا نفس الوهم بس بتغليف جديد؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات وشير الحلقة لو شايف ان في ناس محتاجة تفهم، عشان الحقيقة مهما كانت موجعة فهي أصدق أمل.